ايه العامل المشترك ما بين السايدمان كاي سينات وذات واز ايبك؟ انا كنت ازاي بتدور على الشغل؟ قعدت 3 سنين دول اجرب الحظ وانا بقلب في انستجرام. عمرو الشريف بيدور على اديتور وفضلت معاه سنه سنتين. بس انت بتكمبيت مع ناس في العالم. اللايف ستايل تشينج جه في يوم وليله. ذات واز ايبك كلمك تاني يوم. انا كنت شغال على المين شانل بتاعته، انا عملت كل الشورتس من اول ما ابتدت. لما ذات واز ايبك جه مصر انت كنت معاه طبعا. دي كانت اول مره فعلا اقابله في حياتي. انت لما بيجي لك الماتيريال تشتغل عليها اول حاجه بتعملها ايه؟ ابني قصه. سيف انت دلوقتي الليد اديتور عند ذات واز ايبك، ايوه ولما اتعرفنا على بعض كان في صديق مشترك جه في يوم قال لي تعالى بس عايز اعرفك على حد. قلت له مين؟ قال لي هعرفك بس على اديتور بيشتغل مع السايدمن وكذا كونتنت كريتور من اللي هم الناس كلها بتديهم كريفرنس في العالم كله. فقلت له لا اكيد يعني ما فيش حد في مصر بيشتغل مع السايدمن وكاي سينات وذات تشتغلني ولا ايه؟ يعني قلت له كده ما بيشتغل. وقتها كنا عندك كام سنه وقتها؟ كان عندي وقتها مش عارف 21 20 مثلا. لا طب يعني لا كان 20. 20 فانت كان عندك 20 سنه، وكنت وقتها فيديو اديتور عايش في مصر وبتشتغل مع هوز هو في عالم الكونتنت كريتورز اللي هو الناس ايوه ناس في الدوري الانجليزي بتاع الكونتنت كريشن في العالم. فطبعا انا متحمس جدا لان انت وافقت ان احنا نقعد القعده دي، لان انت عاده ما بتبقاش قدام الكاميرا، فده حاجه. بابا وراها. بس لما بدات كنت قدام الكاميرا. دي حقيقه. انت قلت لي قبل ما نبدا ان انت في 2013، فانت بتتكلم على 13 سنه فاتت. كان عندك 17 سنه. كان عندي 11 11 سنه. ايوه ايوه. فكان عندك 11 سنه وكنت عايز تبقى ايه؟ يوتيوبر. كان نفسي ابقى يوتيوبر، ويعني انا كنت ده كان حلم حياتي. انا حتى ما كنتش اعرف ان اليوتيوب بيكسب، ما كنتش عارف ان دي شغله. يعني انا كنت فاكر كل دول بيعملوها هوبي زي فكنت بشتغل بقى ان انا ابقى جيمر وابقى اعمل يوتيوب كونتنت واصور وبتاع. فاضطريت ان انا اتعلم اديتنج عشان اطلع مع زملاتي اطلع نفس المستوى. فواحده واحده يعني قعدت سنين اجرب، سنين اعمل فيديوز من غير نتيجه، من غير اما اجيب فيوز، من غير اما اجيب سبسكرايبرز. يعني اللي هو اقصى حاجه جبتها 400 800. 400 800 سبسكرايبر. اه وقعدت كام سنه بتعمل ده انا الموضوع قعدت ده؟ سنين. يعني قعدت من 2013 ل 2000 ل 2020 مثلا فانت قعدت عمال 7 سنين على 400 800 واحد بيتفرجوا عليك وانت اه بتراضيهم. بالظبط. بس هسألك حاجة، انت ايه اللي خلاك نفسك تبقى يوتيوبر؟ انت عندك 11 سنة وقاعد بتتفرج. هل انت عشان خاطر كنت بتبص على يوتيوب مثلا فبتشوف ناس جامدة جدا بتحبها فقلت انا عايز ابقى زيهم؟ بالظبط. يعني انا حبيت ان فكره ان انا ايه ده، انا مش بس بلعب، انا بلعب وبشارك الناس لعبي، وبشارك الناس بتاع كومنت، يعني حتى عايز اضحك الناس. انا طول عمري كنت احب اضحك الناس. ابقى الكلاس كلاون، ارمي نكته هنا، اضحك الفصل، ارمي مش عارف ايه. فده اللي انا كنت عايز اعمله بس على سكيل اوسع. فابتديت اعمل يوتيوب ده يعني طبعا في الاول ما بتكونش يعني قدام الكاميرا، انت ما بتكونش نفسك. أه غصب عني اتعلمت، غصب عني بقيت طبيعي، غصب عني عرفت ازاي ان انا ابقى شخص طبيعي قدام الكاميرا. يعني دي شخصيتي واضحك الناس بس قدام الكاميرا. مش لازم افورست، مش لازم ان انا اصطنع شخصية، لان بشوفها كتير الصراحة. امم لا بس فكرة ان انت تقعد يعني عارف انت كنت بتعمل حاجة اسمها building in public، ان انت قاعد بتعمل حرفيا. كونتنت وبتشارك الناس، وعلى 7 سنين قاعد بتعمل كونتنت بتحاول. والناس بتتريق لان هو اصحابي وبتاع. يعني هو يعني ناس كتير قوي منهم ماسكني تريقة غسيل ومكوى ال7 سنين دول. بس دي حاجة طبيعية، دي حاجة متوقعة. يعني ان هو هتتريقوا ماشي، انا بعمل حاجة انا بحبها ومقتنع بيها، فما عنديش اي مشكلة ان انت تتريق، لان انا عندي فيجن. كان ايه الفيجن وقتها بقى؟ وقتها ان انا ابقى يوتيوبر بقى مشهور جدا، اشهر اشهر جدا واحد. ملهاش علاقة بالفلوس، هي ليها. لا انا عايز ابقى مشهور بس يعني فلوس بروك يعني struggling art. فانت قعدت من 2013 ل 2020 2020، 2020 فقعدت 7 سنين قاعد بتعمل كونتنت مفيش حد بيشوف، بس قعدت تتطور في. الاديتنج. لقيت ان انا فجأة ايقون صحيت كده من النوم في يوم، ايه ده انا بعرف اديت، انا مستواي يخليني اشتغل. طب ايه، طب ما ابتدي بقى مثلا اعمل فلوس اصرف بيها على اليوتيوب. اصرف بيها يعني. حتى ما يعني حلمي ما كنتش اعرف ان انا هعمل فلوس ان انا تعيشني، او ان انا بقى تخليني
ادفع مصاريف جامعتي او مش عارف، لا هو انا كنت عايز اصرف على اليوتيوب. فابتديت ان انا اوري فيديوهاتي دي اشوف حد بيدور على اديتور ابعت له فيديوهاتي، انا اقدر اعمل لك وبتاع، ودي فيديوهاتي بتاعت اليوتيوب، استخدمت نفسي كبورتفوليو. اوكي، فانت ما كانش عندك شغل بورتفوليو اصلا لحد تاني غير نفسك. بالظبط. وقعدت قد ايه وقت بتحاول تجيب شغل انا دي ابتديتها قبل 2000، يعني مش يعني 2020 ما كانتش البدايه يعني بدايه ان انا اجرب، لا انا كنت بجرب ان انا فريلانس من قبلها، مثلا من 2017. قعدت 3 سنين دول اجرب، 2017 2018 19 20 اون اند اوف، لحد ما جت 2020 اللوك داون. ربنا كرم كده بكلاينت كان بتستعبدني بس انا الصراحه كنت مبسوط وقتها لان انا بعمل فلوس، يعني كنت بعمل الفيديو كان ساعتين، بيطلع ساعتين بعد المونتاج. اوف، دي كانت برغايه. كانت رغايه جدا. بيطلع ساعتين بعد المونتاج وكانت بتديني $30 عليهم. $30 على الفيديو، بس ده مش وحش. بس وقتها يعني بالنسبه للستاندرد وقتها كان انا كنت مبسوط جدا وقتها. انت كنت ازاي بتدور على الشغل؟ يعني ازاي لقيت الست مثلا اللي انت اشتغلت معاها اول شغلانه دي؟ انا جربت كل الطرق، يعني جربت الطرق التقليديه خالص بقى، موقع الفريلانسنج مش عارف ايه بتاع. اللي هو فايفر. فايفر لا فايفر ما كنتش بحبه قوي لان انا بعرض حاجه، انا كنت اوبن لاي حاجه، فكنت بحب اب وورك، كنت بحب الحاجات اللي زي كده. بس ما كانش يعني ما عملتش غير على اب وورك غير بروجكت واحد بس عملته في 2017 في ليله امتحان، وبس ما جاليش اي حاجه تاني من على اب وورك بعد كده. جت كرييتيف بقى شويه، دخلت على تويتر كتبت I need an editor، ودورت بقى على الناس اللي بتدور على اديتور. يعني ناس بتخش على تويتر وبتقعد تكتب I need an editor، فانت دخلت على بالظبط. السيرش وقلت له I need an editor، فبدأ يطلع لك الناس اللي التويتس. بتدور على اديتور بالظبط. دي طريقه، وقعدت اقدم في ناس خلاص مش محتاج، ناس مش ما يردش اصلا. حد بقى بالحظ كان البوست اللي جالي بقى منه شغل ده كان اصلا بوست يعني نزل على تويتر بالغلط، يعني هو كان نازل على انستجرام تقريبا ومعمول دول بوستنج، فاللي هو اما نزل على انستجرام نزل على تويتر بالنار. وده اللي انا بعت على الايميل اللي كان في الكابشن، ولقيت تاني يوم بترد عليا بتقول لي انت لوكيتد فين، فقلت لها في مصر. بس don't worry there will be no language barrier، مفيش اي مشكله في اللغه، دي اول حاجه لازم يكون معاك لغه. ايوه. فبس قالت اوكي، يعني وابتدينا نشتغل من هنا. دي اول كلاينت ليك بره مصر، جت عن طريق الصدفه البحته، حظك ان هو كانت عامله لينك ما بين انستجرام وتويتر. بالظبط حرفيا. بحب اول الحاجات دي انا عامه بحب تويتر زمان، لان هو كان فعلا كان فيه اوبورتونيتيز كتيره بتطلع للناس وقتها. ايه اللي بقى حصل بعد اول كلاينت دي بقى؟ انا ابتديت اشتغل معاها، جمعت فلوس من الشغل معاها، جبت لابتوب، جبت بي سي. ما جبتش بلاي ستيشن؟ لا جبت بي سي بقى لان اللابتوب اللي كان معايا كان لابتوب قديم قوي وكان بطيء جدا، كان من 2010 وقتها، انا كنا 2020 يعني هو قديم 10 سنين، وما كانش اعلى حاجه في 2010، فهو كان فعلا بطيء موت. جبت البي سي، ومن ساعتها بقى ابتديت اقدم على بقلب جامد، اللي هو خلاص بقى انا يعني معايا كمبيوتر جامد جدا. معايا كمبيوتر بقى مش جامد جدا، حاجه انتري ليفل جدا، بس يعني معايا كمبيوتر خلاص بقى، ده هي حاجه مودرن، حاجه هتخليني يعني افتح بريمير بس. فابتديت اعمل كده ان انا اقدم بقى نفس الطريقه تويتر، افولو كرييترز انا بحبهم، مش عارف ايه، اعرض بقى شغلي مثلا، عملت بورتفوليو. وبعد ما عملت بورتفوليو لقيت بالحظ وانا بقلب في انستجرام عمرو الشريف بيدور على اديتور، انا كنت اعرف عمرو الشريف من قبل كده اصلا. فبعت له قلت له انا دلوقتي اديتور وده شغلي وكده. قال لي طب ايه ده، ما تقابلني بكره في الساعه كذا في كذا. رحت رايح له، اداني تيست اديت وعجبه التيست اديت، وفضلت معاه سنه سنتين بتاع، وكملت معاه. في الوقت اللي مع عمرو الشريف ده ابتديت ان انا اخد بروجكت على الجنب، يعني انا ابتديت بقى مش عمرو الشريف كلاينت بس، لا بقى كلاينت وكلاينت تاني، حد من بره جيمنج.
وبتاع الجيمنج ده عارفك منين؟ تويتر، ما هو آه، بقى ده اللي انت آه. بتنزل شغلك على تويتر، صح. فانت ما تعرفش مين بيشوف شغلك. في ناس كتير قوي كبار هما ما بيتكلمش، ما بيعملش لايك، ما بيعملش ريتويت، ما بيعملش اي حاجه، بس بيشوف شغلك. فلازم تبتدي تنزل شغلك على تويتر. ده دخل كلمني قال لي انا عايزك تعمل لي اديت لفيديوهات GTA بتاعتي. قلت له يلا بينا، وابتديت اشتغل معاه. يعني دلوقتي صاحبته، يعني دلوقتي هو لغايه النهارده هو صاحبي. هو عنده بقى عنده تشانل كبيره جدا دلوقتي، بس مش جيمنج. هو وثلاثه اصحابه عاملين تشانل اسمها فاميلي فريندلي، حاجات بقى مش فاميلي فريندلي خالص. بس ده حلو. يعني انت وانت بتتكلم كده خلينا ريكاب سريعا. اول حاجه لازم يكون عندك لغه كويسه طبعا عشان تعرف تاخد شغل من بره. تاني حاجه لازم تعرض الشغل بتاعك على تويتر، على تويتر او على اي ما بيجي بلاتفورم. على اي بلاتفورم، لازم على السوشيال ميديا كلها تنزل، لان هو انت بجد انت ما تعرفش مين بيشوف شغلك. صح. ولو انت شاطر قوي ممكن يجي لك الفرصه. بالظبط. يعني ومش لازم بالضروره ان هو يعمل لايك او شير او بتاع، بتلاقيه ممكن حد يكلمك من لا شيء العدم بالظبط. يقول لك تعالى اشتغل معايا. حرفيا. فانت اشتغلت مع الشاب الكرييتور ده ومع عمرو هنا في مصر. بالظبط. وبعد كده ايه اللي حصل بقى؟ إيه انا عايز اعرف هو الطريق الى البروجريشن ما كانش يعني حاجه سبيشال خالص. هو بالظبط انا رينس اند ريبيت، بعمل مم. نفس الحاجه، اخد الشغل ده الجديد احطه في البورتفوليو، اعرض البورتفوليو ده على حد اكبر، وهكذا الحد الاكبر ده يعجبه شغلي، اشتغل بس انت معاه. بتكمبيت مع ناس في العالم. اه. يعني انت راجل، يعني انت مثلا لما توصل لليفل ذات واز ايبك وسايدمان وكاي سينات، الناس دي امم. مش في الدوري المحلي. اه دول. فانت بتنافس اديتور من البرتغال، اديتور من اليابان، اديتور من من امريكا استراليا، نفسها امريكا. انا بشوفها ازاي؟ بشوفها ان انا شخص، انا بعتبر نفسي بيزنس من اول يوم. بعتبر نفسي ان انا يعني انا لازم اخش مثلا المكان ده انا اكون مرتاح، الخدمه كلها على بعضها تكون حلوه، مش بس مثلا قهوتك حلوه ولكن انت بتعاملني وحش، بتتاخر عليا بتاع. ما انا لا، انا I'd much rather ان انا اروح لواحد بيديها لي بسرعه وبيديني قهوه مقبوله، وفي نفس الوقت معاملتك حلوه، انا مرتاح هنا اكتر من القهوه الجامده قوي بتاعتك. يعني نفس الحوار في الاديتنج، انا عايز حد يكون بيقدم لي خدمة كاملة متكاملة حلوة. أنا عارف إن الشخص ده هيوصل لي الفيديو في الميعاد المناسب، فيديو كويس up to standard، وفي نفس الوقت معاملتك كويسة في communication، في الكلام ده كله. بعد بقى الجيمر وعمرو. في ايجنسي شافت شغلي على كنت في ديسكورد جروب امم مع شوية كرييترز، وكنت بس يعني باخد رأيهم في ترايل فيديو كنت عامله، حاجة ما نزلتهاش، حاجة ما يعني ما اشتغلتش مع كرييتر اللي كنت بعمله ترايل، لكن انا عملت كنت اديت كده من عملت اديت عندك. بالظبط، وكنت باخد رأيهم ايه رأيكم في ده. فهو صاحب الايجنسي ده كان في الجروب ده بالحظ، ودخل كلمني قال لي انا عندي ايجنسي في امريكا وعايزك معايا. فقلت ده له واضح انت بتعمل شغل حلو قوي، لان الناس دي عشان تطلب بالطلبات او يكلموك ده معناه ان انت كنت بتدي حاجه. وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعلم دايما، لازم اواكب الدنيا، لازم يعني دي حاجة مفروغ منها، ان انت لازم تواكب الدنيا، لازم يعني مش عارف هل ده مرضي ولا لا، بس انا مش راضي عن نفسي. يعني انا لا، انا لا عارف ان انا عندي احسن، عارف ان انا لا، انا لازم اقدم حاجة تجيب نتيجة، لازم اقدم فاليو. طب هو ما السؤال هنا، يعني دايما الاديتورز، انا شايف ان الاديتورز فيه انواع. في نوع بيعمل اللي بيتقال له، وفي نوع اللي هو بيعمل حاجه زياده. اوكي. انت بالنسبه لك عشان تبقى وورلد كلاس، يعني انت دلوقتي انا بعتبرك وورلد كلاس اديتور، انت راجل بتنافس جلوبالي في مش بس بقى في مساحه الكونتنت كريترز المصريين ولا العرب، انت بتشتغل مع كونتنت كريترز جلوبال. فالناس دي بيطلبوا منك طلبات معينه اوكي. ومستنيين منك حاجه معينه مش موجوده في الاديتورز العاديين. فايه اللي بيفرق اديتور عادي عن الفاليو والنتائج اللي انت بتطلعها، نتائج كاديتور والنتائج كارقام وبتاع. يعني انا دلوقتي مثلا اليوتيوب ليه او السوشيال ميديا ليه طريقه اديتنج مختلفه عن التراديشنال ميديا. انا بادت مش بس يعني، انا عايز حاجه تشتغل على طبيعه البلاتفورم اللي بتتفرج عليها. يعني انا دلوقتي على التلفزيون لما بتفرج على فيلم
أنا الفيلم ده أنا داخل أنا عارف إن أنا داخل مركّز، أنا داخل خلاص أنا باتفرّج على فيلم، هو عندهم وقت إن هم يفرشوا القصة، عندهم وقت إن في موقف بيحصل وبعدين مش عارف إيه، القصة بقى بتتفرد على ساعتين 3 عادي، لكن اليوتيوب مختلف، التيك توك مثلًا أنا بscroll فأنا أصلًا ما اخترتش إن أنا أتفرّج عليك، أنا عايزك تدّيني سبب إن أنا أتفرّج عليك، ده الshort form مثلًا content. الlong form بيبقى ما بين ده وما بين ده، الlong form هو برضه في الأول والآخر هو بيختار يتفرّج عليك، لكن أنا في لو ما مليون شدتنيش فيديو هازهق جنبك، وامشي. بالضبط، في مليون منافس ليك على الجنب على يوتيوب ممكن أتفرّج عليه لو أنت ما شدّتنيش، فأنا عايز الفيديو يكون حلو، في promise في الthumbnail دي باعتبرها promise، أنت بتوعد المشاهد بحاجة، وأمّا بتدوس عليه عايزك تdeliver on that promise. فأنت لمّا تيجي تقول لي أنا دخلت في مسابقة مع 3 content creators تانيين والجايزة $100,000 فأنت آه. عايز إن أنا لمّا عايز أشوف أخش ال$100,000 عايز أشوف إن أنت بتشرح في الفيديو إن النهارده مثلًا مش عارف إيه، وفي $100,000 أو بطريقة بقى يعني كل واحد get creative يعني كل يوتيوبر مستر بيست بيعملها بطريقة، ده بيعملها بطريقة، المهم إن في الآخر الناس تكون عارفة إن الفيديو ده حقيقي مش clickbait يعني مش بتكدب في الtitle وفي الآخر أخش ألاقيك بتعمل بتعمل حاجة حاجة تانية تانية خالص. خالص. آمم، في حاجة مهمة أنت قُلتها حتّة الvalue اللي أنت بتقدّمها كediتور. يعني أنت مثلًا لمّا بييجوا يشتغلوا معاك الcontent creators هُم بيدّوك الraw footage بتاعتهم كده يقولوا لك ورّينا هتعمل إيه والّا بيقولوا لك أنا عايزين بالضبط تعمل 1، 2، 3، 4؟ آآ في الأول بيبقى في يعني learning curve كده إن أنا بadapt عليه، أنا مش عارف لسه الstyle اللي أنت عايزه، إيه اللي أنت بتفضّله، إيه اللي ما بتفضّلوش، إيه الحاجة اللي أنت بتحب تسيبها في الفيديو والحاجات اللي أنت يعني ممكن يعني في شخصيات ما بيحبش مثلًا إن هو يستتر في الفيديو، يستتر خالص حتى لو الكلام طبيعي وطالع بتاع طبيعي، هو لأ ما يحبش كده، ما ما بيحبش إن هو يحبش يتهته. آه. إمم. ما يحبش ينِف، ما يحبش مش حاجات بقى اللي هو مثلًا في حد تاني لأ، أنا ما يفرقش معايا الكلام ده، أنا عادي أنا عايزها على طبيعتها، بس أنا أحب إن دي تحصل، دي ما تحصلش، دي مش عارف إيه، وهكذا. بس، فأنا باخد الوقت ده إن أنا أتعوّد عليه، لكن overall أنا باحاول أسلِّم لك الفيديو بسرعة، باحاول communicate أنا باعمل إيه دلوقتي وما باعملش إيه دلوقتي. في الأول والآخر باحاول أعمل لك الحاجة اللي أنت عاجباك، حتى لو أنا مش مقتنع بيها 100%. إمم. أنا باعمل اللي أنت عاجبك، لإن في الأول والآخر هو الفيديو بتاعك والvision بتاعتك، أنا باساعدك إنك توصل دي وتautomate it. لمّا اشتغلت مع الagency اللي في أمريكا دي كنت بتشتغل لهم على brands والّا على creators كانوا بيشتغلوا معاهم؟ لأ creators برضه، هي كانوا كانت كلّها creators، هي creators by creators، هُم كانوا كلّهم ex creators ودلوقتي شغالين بقى مع شركات مع creators أكبر وشركات أكبر، فكان الموضوع level up بالنسبة لي. بس أنا ما حبيتش الشغل معاهم وسِبنا بعض، إمم. هُم طردوني الحقيقة هُم طردوني بجد، إمم. عشان أنا كنت مختلف في طريقة شغلهم برضه، من ط ناحية إيه؟ الdeadlines بتاعتهم دي حاجة طبعًا deadlines مهمة، إمم. ولكن أنا كنت أحب في اليوتيوب إن أنا لو الفيديو كل فيديو واللي هو محتاجه، هُم عايزين عندهم الفيديو يتسلم في 48 ساعة no matter what. أنا بالنسبة لي لأ، أنا 48 ساعة لو أنا هاخد يوم كمان بس الفيديو ده هيجيب مليون views فلأ، أنا آخد اليوم كمان ده أحسن لإن it's worth it بالنسبة لليوم كمان. فأنا باشتغل دلوقتي مع الcreators اللي هم عندهم نفس الvision، إحنا عايزين deliver مثلًا اليوم كذا، فخلاص ماشي أوكي، لكن 48 ساعة ده كان كل واحد وطريقته وطريقته، بس يعني واضح إن هُم كانوا عايزين يسيستموا الدنيا أكتر فقال لك إحنا هن بالضبط. هم كانوا دي خلاص طريقتهم وشغّالة معاهم بطبيعة الفيديوز دي، بس أنا وصلت السقف بتاعها، يعني خلاص أنا مش عايز إن أنا أفضل تبقى حاجة repetitive، حاجة automated، حاجة low quality، لإن أنا خلاص هم كانوا بيقولوا لي كده cut corners، هو إمم. بيقول لي أنا مش لازم تحنتف. مش لازم تحنتف، لأ، أنا عايز الفيديو بتاعي يطلع unique، يطلع إن هو والله لأ، الفيديو ده سيف اللي عامله. إمم. ف بس دي هكذا سِبتهم، وأنا أمّا كنت شغّال معاهم في الفترة ديّة السنتين أو السنة ونُص اللي اشتغلتهم معاهم، كنت سِبت بقى الcreators التانيين وركّزت معاهم بس،
أمّا قالوا لي أنت سِبتنا، أنا كده سِبت كل اللي أنا شغال معاهم، صح. وكنت كنت محوّش الحمد لله كويس، بس قُلت يعني إيه، أنا يعني كنت feeling مش down، بس أنا كنت feeling إن أنا empty. أنا كنت باشتغل كل يوم 12 ساعة at least، في يوم وليلة لقيت نفسي ما باشتغلش أصلًا، إمم. مش عارف دخلي هييجي لي منين، مش عارف آآ يعني أنا ما كنتش يعني باقلق الأكلة بتاعتي جاية منين، بس يعني كنت lifestyle change جه في يوم وليلة. صح، من أنا كنت باعمل فلوس كويسة وشغال إلى أنا فجأة معيش مصدر دخل، أنا باصرف بس. بالضبط، بالضبط. وقعدت فترة قد إيه بقى؟ ده المضحك اللي هو تاني يوم على طول data Zappy كلمني. داتا وثائقي كلمك تاني يوم، آه. بس كلمك تاني يوم إزاي؟ اللي حصل إن أنا كسبت giveaway من معاه. أوكي. هو كان عامل giveaway على Instagram post random جدًا، لقيته دخل كلمني وقال لي: "أنت كسبته، ابعت لي الPayPal بتاعك." بعت له الPayPal بتاعي، دخل على الaccount بتاعي لقى إن أنا editor ولقى إمم. شغلي، فقال لي: "إيه ده أنت editor؟ أنا بادوّر على editor، فاضي إن أنت تشتغل؟" قُلت له: "آه فاضي." يالّا بينا. قال بعت لي trial عجبته جدًا. من ساعتها بقى خلاص the rest is history. ابتديت من ساعتها data zapping بس. أوكي. وفاكر أول فيديو اشتغلت فيه معاه؟ أول فيديو اشتغلت فيه معاه كان على الchannel التانية بتاعته، كان إيه بقى؟ كان vlog يعني vlog عادي جدًا، رحلته من أمريكا للمكسيك. أوكي. وعمل أرقام كويسة؟ عمل أرقام كويسة. وكنت فرحان بالوقت ده؟ أنا كنت فرحان الصراحة، لإن أنا كنت data zapping ده شخص أنا باتفرّج عليه من وأنا عيل صغير بجد. إمم. فإن أنا أشتغل مع حد أنا باتفرّج عليه بجد، باتفرّج عليه، كنت باستنى الفيديو، يعني الفيديو بتاعه بييجي لي notification، أنا كنت إيه ده حلو أوي، أنا هاروح أجيب أكل ويالّا عشان هارجع البيت أتفرّج على داتا زاب. عجبني أوي إن أنت كنت بتتفرج عليه وأنت صغير، بعد كده اشتغلت معاه. دي حاجة. بس طبعًا الشغل مع اللي أنت بتحبه مختلف عن إن أنت تتفرج عليه من برّه، إمم. فكانت طبيعة الشغل معاه عاملة إزاي؟ بصراحة داتا زابِك يعني لغاية النهارده باشتغل معاه، لإن هو يعني طريقة الشغل معاه هو دماغه زي دماغي بالضبط. إحنا بنحب إن الحاجة مثلًا لو هتاخد يوم زيادة بس تبقى perfect. إحنا مش بنحنتف أوي برضه، لإن في درجة لمّا بتزيد عنها بتبقى خلاص يعني مش الextra step لازمة. دي مش آه. بتعطّلك أكتر مما هي بتنجّحك. بس لكن هو دماغه زي دماغي بالضبط، طريقة الشغل مريحة، بجد mindful من الناس اللي بتشتغل معاه، و والcompensation بتاعه يعني كل حاجة 100%. فأنا يعني باحب أشتغل مع data zapping جدًا. إيه اللي يمنع إن يكون عندنا creators كتار بالcaliber اللي أنت بتشتغل معاه برّه؟ اللي أنا شايفه إن الcreators هنا في المنطقة كلّها مش مصر بس، آآ الmentality بتاعتهم إن هو مش مش بيعتبر الeditor والteam بتاعه ده team معاه، يعني دول هينجحوني، يعني ده الجزء اللي في الشركة اللي مسؤول عن الthumbnails ومش عارف إيه، لازم يكون well taken care of عشان يطلّعوا لي اللي أنا عايزه، والeditors نفس الحوار، والمش عارف إيه نفس الحوار. هو بيكون شايفهم كfreelancers، بيكون شايفه اللي هو يا دوب أنت شخص بتقدّم لي الخدمة الفلانية وخلاص على كده، ما بيهتمش إن هو يبني العلاقة أكتر من كده، نكون فاهمين بعض أكتر، نكون أنت team معايا. يعني ده يعني Mr Beast الteam بتاعه مهما كان ضخم، هو في يعني لأ، هو Mr Beast مش أحسن مثال الصراحة. لإن هو هو خلاص دلوقتي ضخم أوي، الteam ضخم جدًا، لأ، هو وغير مش كده هو كان من فترة كده طلع memo داخلية ما بتورّي إن هو كان هو toxic جدًا في أنا ليّا الشغل. صحابي بيشتغلوا معاه. هو أصحاب توكس مصريين والّا؟ لأ، باحسب أجانب. أصل أنا مستغرب إن في حد مصري بيشتغل مع Mr Beast لا، أصلًا. لأ، أجانب. آه. بس هو بيقدّم لهم، هو البيئة صعبة، البيئة إمم. مش هو شغل، شغل بقى، يعني أنا عايز شغل وعايزك تقدّم وبتاع، بس مقابل ده أنا بادّيك كل حاجة competitive salary، بادّيك تأمين 401k، بادّيك يعني أنا حتى حد ده صاحبي جدًا، يعني ده حد قريب منّي، قال لي إن هو بيدّيهم
قال لهم انا عايزكم تنقلوا لنورث كارولاينا معانا ده مكان الاستوديوهات الرئيسيه بتاعتكم. ايوه. وهدفع لكم اول 6 شهور رنت على حسابي. حلو قوي. مقابل ان انت تيجي تقعد معايا، حاجات بقى كده. فان هو برضو هو هو الشغل شغل، لكن انا بديك compensation من الناحيه التانية ما بيديها الشغل العادي ما بيديهالكش. فهي هنا في المنطقه ما بياخدوهاش بجد، يعني هو خلاص انا ابتديت اعمل فلوس، المهم ان انا اللي اعمل فلوس وخلاص، المهم الفيوز تفضل تيجي وخلاص، مش مهم. مش بيبني الفريق اللي هو متكامل حواليه، بالظبط، او اللي هو فريق بيحاول بتاعي. يعني مش بيتعامل مع الناس كانها. يعني مثلا لما تيجي تتفرج على رياضه زي الفورمولا 1، بحب قوي اتفرج على الحته بتاعت لما بيقفوا بالبيت ستوب والناس تفك العجله وتركب العجله وتظبط ما اعرفش ايه وما اعرفش ايه. فهو ما بيعملش الروح دي، هو وان مان شو. انا لو انت اديتور مش على مزاجي على هوايا النهارده بديلك اجيب اديتور تاني. ده المايند سيت اللي انت حاسس ان هي بتعيق ان يبقى عندنا كريترز اكتر بالشكل الناس اللي انت بتتعامل معاهم. طب لما انت اشتغلت مع ذات واز ايبك، وبتشتغل مع اوقات مع سايدمان ومع كاي سينات، كاي ودول سينات برضه بيبقى اون اند اوف بروجكتس مع كاي سينات والسايدمان برضو. يعني هما مثلا هو اوريدي عندهم اللوكال تيم بتاعهم. انا كنت شغال مع حد من السايدمان اسمه زركا. انا كنت شغال على المين شانل بتاعته، انا عملت كل الشورتس اللي على الشانل بتاعته من اول ما ابتدت لحد النهارده تقريبا. وصلت له ازاي؟ دي بقى يعني برضه قصه مضحكه الصراحه. دخلت على تويتر، انا كنت بقى تويتر منغمس فيه جدا. كنت يعني اعرف اديتورز هنا واعرف اديتورز هنا واعرف ناس من نفس جيلي، وابتدينا طلعنا مع بعض، فانا ادعمه وهو يدعمني وكده. دخلت لقيت السايدمان مانجر على تويتر، عملت له فولو وبعت له قلت له انا سيف ومش اديتور يعني، ولو حابين اي لو محتاجين اديتور انا داون، وبدي 100% في كل البروجكتس اللي انا بحطها. بس وما كنتش متوقع ان هو رد، ومش متوقع اي حاجه خلاص. يعني انا عارف ده السايد من اديتور، قصدي السايد مش سايد من اديتور، السايد من مانجر. هو دلوقتي الهيد اوف سايد من. سايدمان كبروا جدا يعني. حتى بيعملوا حاجات اوف لاين، كوره، حاجه ليها علاقه بالكوره. سايد من تشاريتي ماتش ده ومشهور جدا وضجه كبيره عليه وكل واخدين حاجه. ويمبلي ارينا ويعني فالراجل الماسك السايد من دول كلهم رد عليك انت. رد عليا. انت انا عاجبني ان انت بتتفاجئ كل يوم. انا حاسس ان انت عشان فرق التوقيت فانت بتصحى الصبح بتلاقي مسج او ايميل غريب جدا. بالظبط. انا بقى يعني انا برمي الرساله ومش متوقع حد، لان انا برمي كتير. ففي حد هيرد وحد مليون حد مش هيرد. يعني مش بتحبط ان هو في وقت لا عادي، انا عارف ان هو كده كده بيجي له كتير اديتورز كتير وكده كده بتاع. ما كنتش متوقع ان هو يرد، بس رد. وكان في ميوتشوالز ما بيننا، يمكن ده اللي ساعد. شاف شغلي وبعدين قال لي طب انت يعني حالتك ايه دلوقتي؟ في جامعه، في مدرسه، في مش عارف ايه. قلت له في جامعه بس مش هيأثر على الشغل وكده وبتاع. وصلني بزركا. زركا ده شخص من السايدمن، من ال7 السايدمن. وابتديت اشتغل، حطينا في جروب مع بعض وابتدينا نشتغل بقى مع بعض لمدة يعني من يناير 23. اول يناير خالص يعني ابتدينا اتفاق كان في ديسمبر 2022. في يناير 23 كنت ابتديت رسمي اشتغل معاه. انا عاجبني قوي البروجريشن بتاعك من اول كلاينت، واحده الست في امريكا الطيبه اللي في كده. امريكا. يعني حتى يعني بس بعد كده انت مريت بكل حاجه. يعني انت عملت الكريتور المحلي، بعد كده عملت الناس اللي في النص، الميدل مان بتوع اللي ما بينك وما بين الكريتورز، بعد كده علاقتك. بس انا حاسس ان انت وانت بتتكلم كده ان انت بتقضي وقت كتير قوي بتتكلم فيه مع الناس اللي شبهك، وبتشاركوا بعض. مش بقى خناقات او مين بيتضايق من مين. تبقى حاسس ان انتوا بنتشيل يعني. احنا الموضوع مش مصلحه خالص ولا بتاع، لا بس انت بتنتورك معاهم. يعني انا بعرف ده واعرف ده واعرف ده. يعني حد من اللي انا اعرفه اللي احنا كنا بنقعد مع بعض في جروبات زمان او ديسكورد، بنخش مكالمات مع بعض فويس شات. انا عمري ما جربت. يعني انا بخش على ديسكورد وكل الحاجات دي، بس هو مش لسبب ما هو غريب عليا. هو غريب هو كان غريب عليا برضو في الاول، بس اضطريت ان انا يعني اتعلمه وافهمه. بقينا بنقعد على ديسكورد اللي هو نلعب مع بعض عادي. يعني نلعب فيديو جيمز مع بعض، نتكلم مع بعض، نتفرج على حاجة مع بعض.
فاتعرفنا الجروب مثلا الديسكورد ده دلوقتي في منهم اللي شغال مع KSI على الشانل المين شانل بتاعته، في منهم اللي شغال مع سبيد، في منهم اللي يعني تفرعوا لكذا، منهم دلوقتي واحد مخرج في ألمانيا. فمنهم كل واحد راح حتة، بس كلنا ابتدينا من نفس الحتة. لما ذات واز ايبك جه مصر انت كنت معايا طبعا. من أول ما جه يعني أنا ظبطت له كل حاجة أما جه. واحكي لي بقى على تجربته هنا، وانت تجربتك معاه هنا وقابلك اول مره وجها لوجه. داتا زابك اصلا يعني هو اخوان بيحب مصر جدا، وبيحب العوالم القديمه اللي هو الحضارات القديمه جدا، يعني بيقعد بقى يتفرج على ثيوريز ومش عارف ايه وازاي الاهرامات اتبنت، طب هل بقى كان هنا في نهر مش عارف ايه، هنا كان في ايه، حاجات بقى كده. هو كان يعني دي حاجه ما تظهرش في الشانل بتاعته قوي، بس هو ملم يعني بيحب قوي التاريخ وكده، سواء الحضاره الرومانيه سواء المصريه. هو اي حد بيحب حاجة. التاريخ اه اوتوماتيك هيحب الحضاره المصريه في الطريق. بالظبط، فهو كان اكسايتد جدا ان هو يجي مصر، حتى جه مع مامته، ما امم جاش لوحده، جه مع مامته والفيلمر بتاعه. فاما جه هنا انا كنت هستقبله في المطار، قال لي لا 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 انا عايز ما تستقبلنيش في المطار، احنا الكاميرات في الشنطه، انا عايز اول مره نتقابل تكون جينيوين حقيقيه. جينوين اون كاميرا. فخلاص قلت له ماشي، وظبطت له ان سواق يكون مستنيه في المطار، وكل حاجة جاهزة له خلاص. راح وصل بالليل، راح الأوتيل بتاعه. تاني يوم بقى الصبح رحنا، كان هي اللي طلع في الفيديو آه، وأنا بقابله، هو ده دي كانت أول مرة فعلا أقابله في حياتي، فجاني بآيفون وبتاع. جاب لك هديه. والله يا راجل لارج جدا، مش معقوله. وكلمته في ايه بقى اول ما انت شفته؟ ولا اي حاجه، انا حاسس ان انا اعرفه اوريدي، انا بقالي سنين بشتغل معاه. فاما جه ان هو ده شخص انا اعرفه، بس تجسد بقى على الحقيقه، بقى 3 يعني بقى 3 دي قدامي بدل ورا الشاشه. فكانت يعني ولا اي حاجه، كأننا اصحاب من زمان فعلا. ركبنا ورحنا رحنا الاهرامات في ساعتها، هو نفس اليوم الصبح اتقابلنا، صورنا، رحنا الاهرامات، صورنا هناك، وكانت الدنيا ظريفة. يعني هو قعد 4 أيام بس، كان نفسه يشوف أكتر، بس كان ليه طيارة لإيطاليا، فما كان يأجلها يومين ما يقعد زياده. هي كده عشان كان في سبونسرشيب هناك وبتاع. دلوقتي يا سيف، على مدار ال 13 سنه اللي فاتوا، انت كنت راجل عايز تبقى يوتيوبر، بعد كده لقيت نفسك كاديتور، بعد كده اشتغلت مع اديتورز محليين، بعد كده اشتغلت مع كلاينتس عاديين، بعد كده اشتغلت مع التوب في العالم. ايه الفرق ما بين ان انت تكون اديتور شاطر وان انت تكون اديتور عادي؟ إن أنت تكون ريلايبل، إن أنت شخص تكون كونسيستنتلي بتقدم نفس الجودة في أي وقت أنا هجيلك فيه. الجودة هتجيلي، أنا عارف هي هتجيلي إمتى وهتجيلي إزاي وهتجيلي شكلها عامل إزاي. ويعني هو ما بين التكنيكال سكيلز والسوفت سكيلز، بالانس ما بينهم. يعني السوفت سكيلز اللي هو بقى انت بتعرف تتكلم، بتعرف لابق في الكلام تلابق، وبتعرف. بتعرف توصل لي انا فين دلوقتي في اي مرحله، انا بقطع الفيديو ولا ببولش ولا بحط ميوزك ولا بحط ساوند افكت، بعمل ايه، كوميونيكيت انا بعمل ايه، انا عايز اعرف انت فين دلوقتي. لو انت هتتاخر او شايف ان انت احتمال تتاخر، وصل لي الموضوع ده. دي حاجه انا اتعلمتها ذا هارد واي، لان انا لما لقيت ان الايجنسي دي ما عجبهاش طردتني. طريقه. هو كان ممكن اتجنبها شويه بان انا اكون يعني باتر كوميونيكيتور، يعني اقول لهم لا الفيديو ده مش هيخلص في كده. انا كنت بسكت خالص واحاول اجيبه في ال 48 ساعه، عشان ساعات كان بتظبط ساعات تانية لا. فهي ما احتاجتش انها تخيش اكتر من 3 4 مرات عشان يقول لي لا خلاص احنا كده مش عايزين، يعني مش عايزين المستوى ده. فانا لو كنت قلت له، لو كنت باتر كوميونيكيتور وقتها، كان ممكن نكون رحنا حته. دي حاجه انا مش ندمان عليها، لان هي اتعلمتها بس ده هارد واي يعني. وما كنتش هقابل ده توزافك لو كده. صح. فيعني هو طبعا يعني توفيق ربنا وقتها ان انا قدر ان انا اعمل كده، وان انا اكون وحش في الكوميونيكيشن وقتها. بس هي في الاول والاخر هي سكيل لازم تعملها
عاجلًا أم آجلًا لازم تتعلمها، لإن مش هتكبر من غيرها. إن أنت تقدر تتواصل مع الناس تتواصل صح. مع الناس صح، إن أنت تقدّم بقى package متكاملة. أنا عارف إن أنا هاطلب من المطعم الفلاني، المطعم الفلاني ده أنا عارف إن أكله مش أنضف حاجة في الدنيا، بس أنا عارف إن هو هيجيب لي نفس الطعم اللي أنا عايزه في نفس الوقت، في هو consistent. فأنا عايز نفس الحوار في الeditor reliable، هيقدّم لي اللي أنا عايزه، مش لازم تبقى absolute best في الmotion، بس هتقعد لي سنة عقبال ما تقدّم. لأ، I'd much rather إن أنا أpost weekly بس بconsistent quality، أحسن ما أpost واحد في الشهر بس بquality جامدة أوي. وأنت بتتكلم كده باحس أوقات إن الeditors الشاطرين بيبصوا على حاجة زي الmatrix. فاكر نيو لمّا بيقف كده يلاقي الأرقام إمم. أخضر وأصفر O1 O1 O1. أنت لمّا بييجي لك material تشتغل عليها، أول حاجة بتعملها إيه؟ أتفرّج عليها وبenvision أنا إيه اللي هاطلّعه منها. يعني أنا باحاول زي أبني قصة، أبني لوحدك قصة من من غير ما حد الحاجة. يقول لك؟ خلاص أنا باكون فاهمه، وهو خلاص هو في الأول والآخر هو عايز يرمي ورا ضهره حتّة الediting دي، فهو مُعتمد عليّا أنا، فأنا لازم أكون خلاص أنا اللي أtake over، سواء أنا أو أنا team بقى editors، إحنا خلاص إحنا نtake over، وهو بقى يركّز في اللي جاي، في سواء التصوير اللي جاي، يعني هو خلاص الediting ده هو عارف إن هييجي له فيديو جامد، فدي بقى شُغلتي. فأنت مش بس editor، أنت باحس إن أنت editor ومُخرج في نفس ذات حرفيًا الوقت. يعني هو اليوتيوب وكده مش بيحتاج إن أنت تكون عندك علم الmetrics بتاعة اليوتيوب، الviewer retention هو هيقع يعني أنا لو عملت كده، هل الناس هتقع والّا هتحط الsponsorship هنا والّا لأ، أدخّلها integrated بطريقة تانية تكون smooth والناس تتفرّج. يعني مثلًا في فيديو مؤخرًا أنا عملته إن هو كان sponsored by a video game، إزاي خلّيت الناس تتفرّج وتفضل الجراف بدل ما يقع كده يفضل مكمّل، إن هو خلال الدقيقة الsponsorship كان في game split screen كده بتحصل على الجنب، الفيديو شغّال. الفيديو وهو شغّال إزاي، يعني الفيديو كان فكرته إن أنت خلال دقيقة تجيب أي حاجة من السوبر ماركت، وخلال الدقيقة دي أنت أي حاجة أنت هتبقى for free. فالدقيقة شغالة، هو هنا بيشرح الsponsorship، وهنا بيعمل الدقيقة الدقيقة. الشخص اللي هو المتسابق بيجري بيجيب الحاجات. فدي طريقة مثلًا. في طرق تانية بنحاول نخش جوّه الsponsorship بطريقة مختلفة، بنget creative يعني. بس هي مش بس فكرة إن أنا باقطّع حاله. إمم. يعني الموضوع ما بقاش علاقة باللي هو تعظ edit ألوّن بقى في حاجات تانية بالضبط، لازم الeditor يبقى مُلِم بيها أكتر. بالضبط. وإيه أكتر حاجة بتحبها في كل ده؟ الpolishing في الآخر وأنا باعمل يعني بعد ما قطّعت وخلاص بقى، إن أنا أشوف الفيديو بيتكوّن كده قدّامي transformers، بقى الtransformer الكبير اللي أنا شايفه ده optimus prime. الفيديو كده اللي هو أنا عارف إن أنا وأنا باحط البتاعة دي هيبقى شكله حلو، هيبقى بتاع الintro هنا اتحطت، مش عارف إيه اتحط، كل حاجة اتحطت مكانها، لإن أنا باحرّك حاجات من ورا لقدّام ومن قدّام لورا بتاع. بس بتحرّكها لقدّام وورا أو لورا لقدّام بناءً على إيه؟ على الretention، يعني مثلًا إحنا صوّرنا الscene ده أنا عارف إن هو هيhook الناس إنها تكمّل عشان أنا عايز أتفرّج على واحد زي ده، فده كان أحسن reaction مثلًا لو إحنا في Datozapic بنتكلّم في الcontext بتاع Datozapic، فده أحسن reaction، فأنا عايز أحسن reaction يبقى قدّام عشان ده عنوان الفيديو، ده اللي هو شكل، ده الexample اللي أنا عايز أlead بيه. وإحنا بنprogress ما احطش برضه الأحسن ثم الأسوأ، لإن هو كده عارف خلاص، هو عارف إن الأسوأ هييجي في الآخر، فأنا خلاص مش هاتفرّج للآخر، هاتفرّج أول كام واحدة وخلاص. لأ، أنا باعمل إن هو مثلًا في حاجة اللي هو ممكن مش أسوأ اللي هو وِحِش، بس إن هو العادي. عادي، فده باحطه في النُص مثلًا ما بين 2 جامدين عشان ده يعني chances are إنه يعدّي، وننهيها على نهاية حلوة، غير أحسن ما نحط الboring في الآخر وكده. في يعني طرق باحاول أتعلّم psychology المشاهد، يعني المشاهد
هيستمتع اكتر، هيبقى ساتيسفايد اكتر لو شاف ايه بس. ومفيش فورمولا ثابته كده ولا على حسب اللي انت شغال عليه؟ لا مفيش فورمولا ثابته، هو كل واحد والشانل على حسب الاودينس مين. ما هو لو بعمل اطفال غير حد كبير، غير تين، غير مثلا طالب جامعي، في حاجات يعني على حسب الكونتنت. وايه اللي بيقول لك يعني مثلا لما تيجي بتشتغل مع كرييتور بيقول لك ادي الجراف بتاعي بتاع الفيديوز القديمه، وده اللي نجح عندي وده اللي ما نجحش عندي، يعني هل الناس بتذاكر للدرجه دي؟ انا بذاكر لدرجه، مش يعني بساله لو انا محتاج حاجه من الباك اند بتاع الشانل بتاعته. لو مش محتاجها بقعد بقى اذاكر الفيديوز القديمه دي، نجحت ليه، ايه الفاكتور اللي خلاها تنجح. ويعني انا بحب اصلا الداتا اناليسيس، وان انا انالايز الداتا واطلع منها بزي رولز لنفسي. والرولز دي مش شرط تبقى صح، لكن انا بعدلها as we go. يعني احنا بنجرب هنا، والله دي ايه ده نفعت شويه، الناس تفاعلت بس ما جابتش فيوز، فمعنى كده ان والله الفيديو حلو بس محتاجين الناس بقى تنط اكتر. فهل دي مشكله في الفكره ولا مشكله في الثامبنيل والتايتل؟ فنبتدي بقى نعمل كده، هي بازل وبنبنيها. بس لما تيجي تتكلم كده يعني حضرت مؤتمر من فتره كده، فكان دايما بيجي يقول لك الثامبنيل والتايتل، دول اهم حاجات في يوتيوب، دول اهم حاجات، دي حقيقه، عشان من غيرهم مش هيخش مش اصلا هخش يشوف مش الفيديو. هتفرج بالظبط. والكريترز اللي انت بتشتغل معاهم عندهم فرق متخصصه في ده، ناس اه قاعده. يعني مش شرط والله، ذات واز ايبك احنا التيم صغير جدا. يعني انا الليد اديتور، وفي اديتور تاني مثلا بيساعده في كليبس تانية او كده، حاجات اللي هي الصغيرة. الثامنيل انا برضو يعني انا مهتم في حتة الثامنيل دي، مش انا اللي بعملها بس، عندي ديزاينرز انا اللي بتيك كير في الحتة دي، وبقول له تصور ازاي او اعمل ازاي. بحاول انفيجن مثلا الفكرة، واقول له والله لا بص احنا هنعمل كده، نحط دي هنا نحط هنا، وفوتوشوب بقى وكده ونظبط التمنيل. وفي اوقات بتغيروا الثامبنيل، ولو مثلا الفيديو مش جايب. بنعمل مثلا كذا واحدة، لو مش متأكدين او الفيديو مع، يا بنغير التايتل يا نغير التمنيل او الاتنين مع بعض، لان هما باكج مع بعض. يعني التايتل بتكمل الثمنيل. دلوقتي انت بتفكر ان انت عايز تعلم الاديتورز الاصغر حاجات، ايوه فشغال على ده الفتره دي، ان شاء الله. وعايز تعمل ايه بقى؟ ايه الهدف من ورا اللي انت عايز تعمله؟ انا حابب اطلع جيل من الاديتورز يعني شاطرين يعتمد عليهم، لان انا شايف ان اليومين دول البارير اوف انتري اقل بكتير من وقت ما انا ابتديت، مع ان انا ما ابتديتش من قديم قوي. ولكن كل يوم بيطلع حاجه جديده، فالتوتوريالز النهارده موجوده اكتر بكتير من وقتي. كل حاجه بقت موجوده، التولز بقت موجوده. ما كانش عندي كاب كات، ما كانش عندي برامج اللي هي بقت تنزل على الموبايل، ما كانش فيه الوقت ده على وقتي. دلوقتي البارير اوف انتري وسهوله الدخول في المجال ده، بجد، مع ان في منافسه كبيره جدا ما هو ده عالميه. بيعلي منافسه، لان بقى في مليون واحد. امم فانت منافستك واحد مش قادر يعمل اكتر من فيديو في الشهر، عشان هو بيحنتف، عشان هو بيكسل، عشان هو يعني هو شاطر وكل حاجة، وممكن يكون أشطر منك، بس هو مش عارف يقدم حاجة كونسيستنت. فأنت لو عرفت تظبط إنك تبقى كونسيستنت، أحسن من 90% من العالم كله. لأن أنت أوريدي أحسن منهم، أنت أوريدي بتقدم لي، أنا عارف إن أنا هاجي لك يعتمد عليك. عجبني قوي موضوع الاعتماد على انت كلمه الاعتماد هي دي والديبندبل. أهم، دي أهم حاجة. لأن أنت كيوتيوب شانل أنت واخدها، هو بيدفع لك ليه؟ هو بيدفع لك لأنها شغل بالنسبة له. هي مش بس فن بقى وزي ما انا كنت فاكر وانا صغير انها هوبي وكده، لا هي خلاص بقت شغل. بقى عندك حياة ومسؤوليات وكده، فهو شغل. فانت لازم ان انت تديليفر في الوقت الفلاني، عشان احنا ننزل، عشان نبتدي نخش في اللي بعده، عشان ننزل، عشان نخش في اللي بعده، عشان ننزل. فاحنا لازم نأوتوميتد شوية. فانت انت ترس في المكنة دي. لازم تكون ترس شغال بقى، ما توقفش المكنة كلها. خصوصا كفيديو اديتور، هو المجال كله هو مبني على الفيديوهات. فانت لو الفيديو ما طلعش، مش الثامنيل مش هتتحط عليه ايه، التايتل هيتحط عليه إيه؟ مفيش حاجة هتنفع. فانت لازم تكون يعتمد عليك وتسلم، عشان ده اصعب حاجه.
ايه اللي انت بتخطط له الفتره اللي جايه دي كسيف؟ يعني مثلا لو انا قلت لك ايه الخطه بتاعت ال5 سنين الجايين دول؟ ان انا اسكيل الشغل بتاعي، ما بقاش انا اديتور بس. يعني انا امسك اوبريشن كامل، ابقى مثلا ابقى وان ستوب شوب لكل، يعني انت تجيلي انا خلاص انا همسك لك كل حاجه، وانت ركز في الكونتنت، او انت ركز في انك تصور، لان انا هسكريبت ليك، لان انا هجيب لك ايديشن، وده اللي ابتديت فيه يعني الفتره دي. تعتقد ان في كرييترز من بره مصر من حوالين العالم ممكن يجوا هنا ويلاقوا خدمات زي كده ويتحمسوا ان هم يجوا يعملوا حاجات هنا في اه مصر؟ طبعا، انا شايف ان مصر اصلا يعني بتطلع كرييتيفز جامدين قوي يعني كل مجالات اليوتيوب، في thumbnail designers شاطرين، في editors شاطرين قوي. كل اصلا التوب editors في الوطن العربي، يعني التوب كرييترز في الوطن العربي معاهم في التيم بتاعهم حد مصري غالبا. بره برضه هتلاقي نفس الحوار، بس مش ظاهرة يعني. ففي مثلا حد اسمه فيز راج، ده مشهور قوي برضو. فيز راج ده برضو في التيم بتاعه في ناس مصريين. ففي، لا يعني لو هنتكلم ناس انت يعني ما تفكرش ان معاهم مصريين، هو معاهم مصريين، دي حاجه ناس ريلايبل. محمسه. اه طبعا. ناس ريلايبل. هو انت اللي انا حاسه من كل كلامنا ده بيدور حوالين اهميه ان انت يعتمد عليك، ودي حاجه انت شايف ان هي اه طبعا. محوريه. طبعا، لان هو كل الناس دي هي ابتدت، انا ابتديت من الصفر، فانا كنت بادت لنفسي، وهو ابتدى من الصفر بيأدت لنفسه. فهو ما طالما احتاج ان هو يهاير اديتور، يبقى هو عايز خلاص بقى ينسى الحتة دي، عشان اركز انا بقى في الجزء الفن، في الجزء التصوير، في جزء الفكر. يعني الوقت اللي انا بدل بقعد يومين 3 4 امنتج في فيديو، لا انا افكر الوقت ده ابرين ستورم افكار جديده اكبر بيها الشانل، اظبط كولابز، اظبط سبونسرشيبس، اكبر الدخل اللي داخل. فده مش هعرف اعمله من غير اما ازيح الاديتنج من وقتي. فانت لازم تكون الشخص يعني احسن، يعني زيه يا احسن منه، انت لازم تكون احسن منه كمان عشان يكبر البيزنس. سيف انا متحمس جدا للفتره الجايه دي، انت اديتني امل في المستقبل شويتين ودي حاجه كويسه جدا. و انا حاسس ان احنا هنقعد تاني بعد كده ونتكلم على اللي انت عملته والطقم اللي انت هتطلعه، لان انا حاسس ان هو في فرص كبيره جدا لينا وممكن نعملها عادي من هنا، مش لازم نسافر لها. يعني ممكن اوقات نبقى قاعدين في البيت هنا وبنشتغل ناس زي ما انت كده قاعد هنا معانا في مصر، وبتشتغل مع حد زي ذات واز ايبك ده. الحلقه دي اجزم ان هي ايبك جدا يعني بسبب فشكرا جدا ان انت قعدت معايا النهارده. لا العفو عليه، بس حابب ان انا اجي تاني وتالت لا ما احنا لحد مش فاضيين بقى، في اديتور هيقعد يedit الحلقه وهيشتكي من الموضوع ده. ارجو ان الاديتور ما يشتكيش من الحلقه دي. شكرا.